عمرو احمد، كلنا نعرف عمرو احمد. ايوه هذاك الطفل الصغير اللي كان يبيع ماء وكان يغني في الشارع. الراجل خلاص طور. على العموم خلونا بالاهم. اول موضوع المهم، عمرو احمد تعرض لكميه انتقادات غير عاديه، طحن الخواطر وكسر الخواطر بلا ايش اقول لكم، كميه كسر خواطر بصراحه. ليش؟ سرق مال ابو حد؟ لا. زعل مع حد؟ لا. سب حد؟ لا. اكل حقوق حد؟ لا. ايش سوى؟ قالوا صوته مش حلا. يا اخي صوته مش حلا، اسالك بالله يا اخي لا تتابعوش، اقلب الذي بعده، اقلب الذي بعده. لا خلاص ما عجبكش لا تسمع له نهائيا. بس تطحن خواطره ليش؟ تكسر بخاطره ليش؟ والله حرام يا جماعه الخير. الراجل يحاول يطور من نفسه بغض النظر صوته حلو ولا مش حلو. على العموم الراجل شارك بمسابقة نجوم الغد، طالع الراجل وهو يختضل، ركبه يختضلين يرتعشين. الصوت حقه هذاك قد بينه اهتزاز. ليش؟ يفكر بالمنتقدين والمحبطين ويفكر بكلام الناس. الراجل مطحون له وسط جلده. فوالله انه كسر الخواطر يا جماعة الخير مش كويس. فاقبلوا بخاطره. ايش تشتوا انتم؟ تشتوا يرجع يبيع معها بشوارع صنعاء عشان تجي له عنده تقول له غنى لي ب 500؟ تشتوا يرجع صار يغني بالجولات صح؟ خلوا الراجل يطب الله على كرشه. قالوا الراجل شاقي على اسره، راجل يتيم شاقي على امه وخواته. فما بش داعي للاحباط وما بش داعي لكسر الخواطر. ما عجبكش ما تشتش تكبر بخاطره، لا تطحنش خواطره، ما انتش خسران له شيء. اتمنى ان رسالتي وصل للجميع ودمتم بخير.